اهلا ومرحبا بكم في الحلقه الرابعه من برنامج المغرب في قطر. اليوم غنهضروا على الماتش الجاي المنتخب الوطني مع بلجيكا. غنحاولوا نتوقعوا التشكيله اللي يقدر يدخل بها وليد الركراكي في الماتش تغدا. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، وكيف ديما التحدي ديالنا 100 لايك. ويلا نبداو. قبل هذا الماتش ترتيب المجموعه السادسه اللي فيها المنتخب الوطني كتصدروا بلجيكا بثلاثه نقاط، وفي المرتبه الثانيه ومناصفه بنقطه واحده المغرب وكرواتيا. في المرتبه الاخيره كندا بصفر نقطه، ورا ما خسرت مع بلجيكا بواحد 0 ورا ما دارت ماتش مزيان وضيعت بزاف ديال المحاولات. ولكن بلجيكا بالخبره والتجربه والجوده ربحت الماتش. منتخب كندا فريق اللي ماشي سهل ويقدر يخربق الحسابات المجموعه السادسه كلها. منتخب بلجيكا اللي كيحتل المرتبه الثانيه في تصنيف الفيفا، واللي احتل المركز الثالث في كاس العالم 2018 اللي داز، واللي قلت لكم عليه في الحلقه الاولى كيبقى من ابرز المرشحين باش يدوز في صداره هذه المجموعه. منتخب اللي غتكون هذه هي المشاركه 14 ديالو في كاس العالم. الا جمعنا المشاركات 6 ديال المغرب و6 ديال كرواتيا وجوج ديال كندا يلاه يعطينا 14 ديال بلجيكا. ملي كتشوف الانتصار ديال بلجيكا على كندا اللي واخا لعبت مزيان كنتفكر المنتخب المغربي اللي ديما كيلعب وكيقدم اداء واعر، ولكن في الاخر كيخسر. مثلا المباراه ديال البرتغال في كاس العالم اللي داز، المغرب لعب في العاصمه موسكو في اللوجنيكي قدام 80,000 متفرج، واخا دار ماتش واعر كونتر البرتغال ولكن خسر بواحد 0. ولكن مع وليد الركراكي الوضع مختلف. المدرب كيلعب بتحفظ وواقعيه وما كيزيدش بزاف لقدام، وكيحسن الدفاع ديالو خط وسط الميدان هو الاول. وهذا الشيء شفناه مع كرواتيا وقبل باش كان مع الوداد. المشكله ان في الماتش اللي فات كرواتيا حتى هي دارت نفس الخطه تقريبا، ما زادتش لقدام. على هادشي شفنا الماتش مغلق شويه، واللي ساهم في هادشي ان حتى المنتخب ما سجل باش يفتح الماتش. عادي انت ما تهاجمش وانا ما اطلقش اللعب راه يبقى الاداء عادي والنتيجه سلبيه. ولكن كنظن ان مع بلجيكا غيكون الوضع مختلف. علاش؟ منتخب بلجيكا كيلعب بالرسم الخططي 3 4 2 1 اولا نقولوا 5 4 1. علاش 5 في الدفاع؟ بلاتي الخطه اللي كيكون فيها حارس مرمى اللي هو كورتوا، حارس اللي مزيان وصعيب تماركي عليه. واخا يكون عندك بيلانتي دامو 3 ديال قلوب الدفاع وجوج اظهره مع جوج لعابه في وسط الميدان، قبلتهم جوج اخرين كيقودوا الخط الامامي اللي هما كيفن دي برون وايدن هازارد. راس حربه اللي كيكمل التشكيله اللي ممكن يكون هو لوكاكو، هو مازال ما عرفش واش غيلعب ولا لا، واش برا ولا مازال مصاب. الاظهره في هذه الخطه كيطلعوا وكيعاونوا الهجوم، حيت اصلا الخطه ما فيهاش اجنحه، ديك الكولوار كيبقى خاوي. عاد زيد كيخصهم يرجعوا للور ويديروا الدور ديالهم الدفاع. على هادشي كيبقاو 3 ديال قلوب الدفاع اللور. قلب الدفاع اللي في الجهه اليمنى كيغطي على الظهير الايمن، وقلب الدفاع اللي في الجهه اليسرى كيغطي على الظهير اللي مجيته. ولكن واخا هكا كاين استغلنا السرعه ديال حكيمي وزياش في اليمين، بوفال ومزراوي ولا يحيى عطيه الله في اليسار، نقدروا نلقاو مساحات مورا الظهر ديال الاظهره اللي يطلعوا ونشكلوا خطوره ونديروا محاولات. هو ما تسناوش وليد الركراكي يطلع بزاف وينسى التوازن ديالو الدفاعي وبين الخطوط اللي مطلوب بحال هذا النوع د المباريات. هو المشكله مزراوي وحكيمي يقدروا ما يلعبوش بسبب الاصابه، خاصه مزراوي اللي خرج في الدقيقه 60 من الماتش اللي فات وما قدرش يكمل المقابله. المشكله ان في قائمه المنتخب اللي عيط له وليد الركراكي من غير مزراوي وحكيمي كيبقى لاعب واحد اللي كيلعب في مركز الظهير وهو يحيى عطيه الله اللي دار مستوى مزيان كونتر كرواتيا. بالمناسبه السونتاج ديال الحلقه اللي فاتت واللي سولتكم فيه على شكون كان احسن لاعب في صفوف اللاعبين المنتخب الوطني، حسب التصويت ديالكم مان اوف ذا ماتش از ياسين بونو اللي خدا النسبه ديال الاغلبيه في التصويت بنسبه 71%. ياسين بونو اللي خصو يكون في احسن مستوياته كونتر بلجيكا. حنا شفنا في الماتش ديال بلجيكا وكندا بيت جا من باس من الدفاع من اللور، الدفاع والخطوط ديال كندا كاملين نيشان المهاجم اللي ماركا البيت ديال الفوز. كندا لعبت وضيعت بينالتي لا واخا هكاك بلجيكا هي اللي ربحت. الواقعيه الاوروبيه منتخبات كتعرف تربح واخا ما تكونش في الفورم وتمرسها في بحال هذا النوع د البطولات. على هادشي كتبقى معاهم المباراه صعيبه بزاف، واخا غير التعادل معاهم غيكون مهم بزاف. علاش لا ما نربحوهمش؟ في هذا المونديال كاينه بزاف ديال المفاجات. تاريخيا المنتخبات تلاقاو 3 المناسبات، بلجيكا ربحت 2 مرات والمغرب ربح في اخر مواجهه بيناتهم 2008 في العاصمه بروكسل ب 4-1. دابا نتوقعوا التشكيله اللي غيدخل بها وليد الركراكي في الماتش الجاي. ياسين بونو في الشبكه، غانم سيس الكابيتان ونايف اكراد في الدفاع، اشرف حكيمي ويحيى عطيه الله في الاظهره على اعتبار الشك حول الاصابه ديال مزراوي، سفيان امرابط وسالم املح وعز الدين اناحي في وسط الميدان، مع احتمال كبير يكونوا شي تغييرات في الميليو، زياش وسفيان بوفال ويوسف نصيري في الهجوم. ونتمنى هذه المره عبد الرزاق حمد الله يلعب دقائق اكثر. المره اللي فاتت جبت تشكيله صحيحه، ولكن هذه المره غتكون الامور صعبه، اصابه وتراجع مستوى وخيارات بديله. السونتاج ديال الحلقه الرابعه غيكون حول التوقعات ديالكم من الماتش ديال المغرب وبلجيكا. غنخلي لكم الرابط ديال انستغرام في الديسكريبسيون. اليوم تلعب الماتش ديال قطر والسنغال في ملعب التمامه قدام اكثر من 40,000 متفرج. الماتش اللي سالب فوز السنغال 3-1. 3 نقاط مهمه بزاف من السنغال. قطر شبه رسمي انها تقصد. هذا الماتش قدمت اداء احسن من الماتش اللي قبل، خاصه في الشوط الثاني. والسبت مع 11 سطات الجنوب تونس عندها ماتش مهم مع استراليا، خاصها تربح ضروري الا بغات تقرب اكثر من التاهل. ومع الجوج في سطاد المدينه التعليميه في الريان المملكه العربيه السعوديه عندها ماتش مع بولندا. الفوز في هذه المقابله كيعني اوفيسيالمون على التاهل للدور الثاني وتعاود انجاز مونديال 94. هادشي اللي كاين في هذه الحلقه. شكرا بزاف لكم نتوما اللي كملتوا الفيديو حتى الاخر. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديوهات مع يتحطوا. ما تنساوش التحدي ديالنا 100 لايك. هادشي اللي كاين مره اخرى. الله عادي انت ما تهجمت وانا ما نطلق.